هي ميزة الكرة المصرية تقريبا من أول ما وعيت على الكورة ومن أول ما اتفرجت على الكورة ومن أول ما اتفهمت شوية الأجواء الكرة المصرية، هي حاجة واحدة: إن أنت مش محتاج تشغل دماغك زيادة عن اللزوم عشان تعرف الدنيا هتمشي وهتروح على فين. هو سكريبت واحد ومعروف ومحفوظ في كل أحواله. من 2000، من أول ما أنا وعيت على الكورة مثلا بتكلم من 2006 لحد 2025، يعني إحنا بنتكلم قربنا في 20 سنة وتقريبا هو النظام واحد. بتيجي فترة خسرت، بتعمل نتائج كارثية وده المتوقع، فبالتالي في رأي عام او في الاجواء المصرية كلها مش عاجباها الوضع والدنيا مش تمام والدنيا زي الزفت ورايحة في 60 داهية، وبترجع لنقطة تانية اللي هو انت دلوقتي عايز تغير ناس ولازم يبقى في كبش فدا للموضوع عشان الدنيا تهدى وعلشان الناس الرأي العام يتغير ويرجع تاني. واحنا طبعا شعب ذاكرته ذاكرة السمك، فبالتالي الموضوع بيتنسي بسهولة جدا. فانت عايز ايه؟ تعدي اللحظة، تعدي النقطة دي بس، وبعد كده الدنيا هترجع زي الأول. فتعالى في مدرب مصري مثلا ماشي بأجواء مش كويسة، فأنا همشيه. ومش كلام بقى على الماتشات منتخب مصر في كأس العرب بس، بتكلم في العموم. فبالتالي هتمشي المدرب الوطني، فهتجيب بعده مدرب اجنبي. هل المدرب الاجنبي جاي عن طريق اختيارات بالمنطق وبالعقل ومتماشيه مع اللي انت محتاج تعمله؟ لا، انت هتجيب مدرب كان مخسرك قبل كده فهتجيبه علشان ده المدرب ده اللي يعتبر حط على المدرب اللي قبل كده. فتعالى يا باشا امسك مدرب منتخب مصر الفتره دي. حصلت مع برادلي لما خسر حسن شحاته، كابتن حسن شحاته في 2010 في ماتش كاس القارات مصر وامريكا، لما طلعنا في ماتش الثالث لامريكا 3-0 وبرادلي مسك منتخب مصر. تمام. ففشل ليه؟ مش مهم، المهم ان هو فشل فهيمشي. طب فشل، ما يمكن يكون المشكله مش عنده. لا يا عم، هو هيمشي، لازم يبقى فيه كبش فدية. كبش فدية دايما بيبقى او معظم الاوقات بيبقى المدرب. فتمشي امشي يا برادلي. اجيب مين؟ هجيب شوقي غريب. طب شوقي غريب كان عنده كام سنه في الوقت ده؟ شوقي غريب ما هو كان يا عم كان ماشي مع، ما هو المدرب العام اللي كان في الجهاز الفني اللي كان مع كابتن حسن شحاته. فبالتالي انت الجهاز الفني اكيد بالكامل انت مش عاجبك وانت مشيته، فلازم تغير بقى. مش هترجع لي تاني نفس القصه. لا، ده انا هجيب كابتن شوقي غريب. ومدير المنتخب تقريبا الوقت ده هو احمد حسن تقريبا، كان احمد حسن. وبعد كده تخسر بسبب انك في اجواء بطوله افريقيا في الوقت ده انت خلاص بقى تصنيفك قليل خالص بسبب النتائج اللي كانت قبل كده. فبقت تصفيات كاس افريقيا زي تصفيات كاس العالم بتلعب منتخبات قويه زي تونس والسنغال، فما صعدتش كاس افريقيا. فيمشي يا كابتن شوقي غريب. هجيب مين؟ هجيب مدرب اجنبي هو كوبر. هل في اختيارات؟ اخترت كوبر ليه؟ هل اخترت كوبر طريقه دفاعيه؟ هل فعلا انك اخترته عشان عارف الاجواء بالنسبه لك هي الطريقه الدفاعيه بس اللي هتنفع في ظل المواهب في مصر قلت؟ وهل فعلا المواهب في مصر قلت ولا هو العلم ما كانتش كويسه؟ كل دي حاجات مش بتتحط في الحسبان على قد ما انك عايز تعدي اللحظه وعايز تبقى في كبش فدا. فهتمشي شوقي غريب، هجيب كوبر ما نجحش في كاس العالم. كانت مشكلته؟ مش مشكله، مو في كبش فدا. طب يا عم بص يا عم، كاس العالم كانت لو جايه ما كانتش مهيئه لكده. انت كنت رايح فعلا كانك كنت رايح فعلا فرح شعبي. انت مش رايح بطوله مهمه ومش عايز توصل لبعيد. انت كنت عاملها حرفيا مفيش معسكر مغلق ينفع لحدث كبير زي كاس العالم. فبالتالي انت مع السلامه. فيا باشا المشكله مش عنده، لا هو لازم يبقى فيه كبش فدا، وكبش فدا بيبقى المدرب. فماشي هيكتور كوبر. طب جيب مين بقى؟ هجيب اجيري. طب هجيب اجيري، الكلام ده انا سمعته. اجيري انا داخل عايز اعمل مرحله انتقاليه، عايز اجيب لعيبه شابه، لعيبه تبقى بعد كده الفترات هي اللي هتشيل المنتخب. وبعد في كاس العالم في 22 هو ده الجيل اللي ان شاء الله نقدر نعمل فيه حاجه في 22. ففجاه تفاجئوا ان الكابتن هنا بريده، لسه هتكلم عن اتحاد الكوره دلوقتي، هو جاب لك بعلاقاته، جاب لك دوري ابطال افريقيا، او جاب لك كاس افريقيا هتنظم على ارضك وسط جمهورك 2019. فبالتالي انت لازم تاخد البطوله دي. فجيب يا باشا كل العناصر اللي انت كنت ناوي تمشيهم او عايز تغير العناصر القديمه والعناصر اللي هي كبرت وعايز تجيب عناصر شابه. لا، انا هكمل بنفس المنطلق ده، عايز اجيب اللاعب الجاهز دلوقتي عشان ياخد بطوله افريقيا. خسرت من جيم افريقيا لما لعبت جيم مفتوح، ولما عرفت ان امكانياتك ما تساعدكش بالجيم المفتوح في الوقت ده. تمام. فخلاص 2019 طلعت بكارثه بعد دور المجموعات، وطلعت بالعافيه كده، وصلت من جنوب افريقيا. طيب بعد كده همشي اجيري. هنمط بقى ان انت هتجيب بعد كده مين؟ هتجيب مدرب مصري، كابتن هاب جلال او كابتن حسام البدري تقريبا في الوقت ده. طب حسام البدري
الدنيا تقريبا كان حسام البدري، او حسام البدري تقريبا كان قبل، او حسام البدري كان بعد كوبر، كان بعد كوبر، وبعد كده جه اجيري، وبعد كده جه ايهاب جلال عشان يبقى ماشيين بنمط الصح، وبعد كده جه كابتن ايهاب جلال اللي كان كبش في ده بطريقه مستفزه وتصريحات ما تطلعش من ناس مسؤوله في الكوره، حصل من رئيس اتحاد كوره اسمه احمد مجاهد، تمام. وبعد كده جه كيروش الوحيد اللي يمكن يعني شفنا فيه، يعني شفنا كده الدنيا كده في نور في اخر النفق، الدنيا اهي، الدنيا بدات تظبط اهي. انت جيت طلعت لي في عين كويسه بقى بتطلع لعيبه شباب، في عين كويسه ماشيه بمنظومه كويسه، خلاص ساعدوا الراجل ده وامشي. حتى لو انت طلعت من بطوله افريقيا فانت وصلت للنهائي، وطلعت من النهائي انت ما كنتش اصلا متخيل انك توصل للنهائي، وطلعت من ضربات جزاء قدام السنغال في تصفيات كاس العالم في مباراه فاصله، وكنت قريب خالص، الدنيا كانت على وشك، يعني انت بتتكلم في ده في ضربات جزاء وضربات جزاء، يعني كانت قريبه جدا، الموضوع كانت ممكن تاخد بطوله افريقيا وتوصل كاس العالم في 22، الموضوع كان قريب. طلع يعني خلص بتفاصيل بسيطه جدا، بس للاسف كيروش بره القصه. طيب هتعمل ايه بعد كيروش؟ ومن بعد كيروش شفنا روي فيتوريا، وبعد كده شفنا دلوقتي كابتن حسام حسن. المنظومه كلها ماشيه في اتجاه، والمنطق والعقل في اتجاه تاني خالص، تمام. ده بالنسبه انا بكلمك على المنتخب اول، اللي هو المفروض صفوه الصفوه، اللي هو المفروض الاخطاء اللي بتحصل تحت ده بالنسبه له يعني ايه، لو في زفت تحت فانت بتحط كده على الوش كده حته كريمه كده بتبين ان الدنيا ايه، يعني الدنيا كويسه ومحدش شايف اللي تحت. لكن ده انت متخيل اللي فوق زفت، فما بالك في اللي تحت، فما بالك باللي تحت، فما بالك بالمنظومات اللي تحت، فما بالك بالمنتخبات الشباب، بالمنتخبات الاولمبيه، بالقطاعات الناشئين في الانديه، بكل حاجه، منظومه كلها ماشيه المفروض في اتجاه واحد، عشان تبقى رايح في اتجاه انت ماشي هتجني ثمار نتيجه ماشيه بمعطيات انت حاططها، فبالتالي المطلوب هيكون متماشي مع المعطيات اللي انت حاططها. هل ده اللي بيحصل؟ مش ده اللي بيحصل خالص. فجينا دلوقتي منتخب تاني انت مش محضره، المنتخب، عملت منتخب اسمه منتخب المحليين، كابتن وائل رياض كان ماسك المنتخب ده، لعبت بلاعيبه في دوري المحترفين او دوري الدرجه الثانيه، وطبعا ما كانش حد مستنظر حاجه، لان احنا عارفين ان الدوري ده انت عندك الدوري الاولى الدرجه الاولى رايح في السنين ده اصلا، فما بالك الدوري الدرجه الثانيه يبقى عامل ازاي. فما حدش استنظر، وفي ناس كتير اصلا ممكن ما يكونش عندها المعلومه دي، وما تقريبا ما كانش في حد بيتفرج قد كده. جينا دلوقتي رجعت هتلعب بطوله كاس العرب، كابتن حسام حسن، يا كابتن حسام حسن عايزين نبقى نلعب دلوقتي بطوله كاس العرب، علشان دي بطوله قويه ودي بطوله فيها فلوس كويسه وهكذا. كابتن حسام حسن طبعا ما كانش عاجبه الموضوع، لان في يعني حاله من التداخل بينه وبين بطوله افريقيا، البطوله دي هتنتهي 18 وبطوله افريقيا هتبدا 21، فما فيش فتره ما بينها انك ممكن نقول اللعبه هترتاح. كابتن حسام حسن كلامه كده في العموم هو كلام مش منطقي خالص، هي صراحه كده، ويعني اي حد يقدر يقرا الموقف ان حسام حسن خايف ان هو ما يلعبش بطولة افريقيا. حسام حسن حاسس ان اصلا الدنيا كلها ضده، وان هو كان موجود اصلا مع احمد مجاهد، فلما هنا بوريدا جه ما بينهم اصلا مشاكل، فبالتالي هو مستني منه اي غلطة عشان يطلعه بره القصة كلها. فحسام حسن مش عايز يحط نفسه في وضع اختبار في بطوله رسميه قبل بطوله افريقيا ان هو عايز يلعبها علشان ما يمشيش، ولو قدامه ان هو يلغي بطوله افريقيا اصلا عشان يلعب كاس العالم هيعملها. هو الفكره كلها ان هو عايز في الاخر يوصل للمرحله اللي احنا عايزين نقول. انا كنت بقول حسام بدري في فترته ان ما كناش بنلعب ماتشات وديه، فبالتالي تصنيفنا بقى وحش، فلعبنا السنغال، يعني شفت المعطى اللي هو اللي عمله حسام البدري في فتره، يعني شفنا جنينا ثماره، للاسف كان المعطى بالسلب، فبالتالي جنينا ثماره بالسلب في فتره كيروش، فلعبنا، فكنا تصنيفنا سيء، فلعبنا السنغال في تصفيات كاس العالم، فالموضوع كان صعب، فبالتالي نفس القصه. حسام بدري دلوقتي في اوقات جالك، او حسام حسن جالك ماتشات زي البرازيل مثلا ما رضيتش تلعبها، قلت يعني بتدي مبررات، يعني المهم ان الفكره كلها في الاخر يبقى في مبررات، بس في الاخر انت زيك زي غيرك كده في النقطه دي. حسام البدري نفس القصه نفس المنوال. طب انت دلوقتي كابتن حسام حسن ما لعبتش البطولة، طب ما فكرتش لوهلة واحدة، لو انت بتبص بقى اللي هو انا عايز السيناريو الافضل لمنتخب مصر، مش الحاجة اللي انا خايف على اساسها ان انا امشي، ادرك كده كده هتشوفه، لو مكتوب لك انك هتمشي مهما انت عملت، فاعمل الصح وامشي عليه وخلاص. انا دلوقتي كابتن حسام حسن دلوقتي بلعب بطولة كاس العرب، بطولة قوية جدا، قبل بطولة كاس افريقيا كنت تعمل زي حاتم الطرابلسي مثلا في تونس،
اللعيبه المحترفين زي محمد صلاح زي مرموش زي مصطفى محمد، الناس دي بره القصه. طيب انا ليه بقى البطوله دي ما اقدرش اشوف وجوه ممكن تساعدني ان بطوله افريقيا واقدر اجيبها، واجيب اللعيبه الاحتياطي اللي عندي في الفريق، في المنتخب بتاعي اللي ممكن انه مش هيلعبوا بطوله اساسيه، فبالتالي اجهزهم للبطوله دي. فهم اصلا مش هيلعبوا اساسيين عندي في كاس افريقيا، حمل البدني مش هيكون عالي عليهم قوي لانهم هيقعدوا معايا في افريقيا شويه لحد ما انا احتاجهم، بس انا اكون مجهزهم وحطيتهم في سيناريوهات قويه وفي اجواء بطوله قويه زي دي، فبالتالي دخلتهم في الاجواء. غير ان اعدادك هيبدا من 1/12 وهتبقى داخل في ماتشات بطولة كأس العرب، بطولة قوية يعني ماتشات رسمية، فكل ده بالمنطق هيفيدك جدا في بطولة افريقيا في كأس افريقيا. فراح اجيب مين بقى بالمنطق كده، ابدا تشكيله زي مين؟ انا عندي 4 حراس، منهم حارس ما بيلعبش في النادي بتاعه النادي الاهلي، بس هو انا مقتنع بيه جدا وهو مقاوماته عاليه جدا، وانا مش عايز العبه اساسي في المنتخب الاول. وانا كنت من الاسباب ان انا رجعت اصلا الشناوي وركبته على شوبير في الاهلي، لان في الوقت لما شوبير كان هو اساسي في الاهلي والشناوي كان لسه راجع من الاصابه، انت لعبت في المنتخب الشناوي على اساس شوبير، فده بتبقى ليها بتتحط في الحسبان كده لاي مدرب في النادي حتى. فبعيدا عن النقطه دي، فاحنا بنتكلم دلوقتي على واقع. فانا مقتنع بمصطفى شوبير او حتى مقتنع بمحمد صبحي، او حتى عايز ارجع احمد الشناوي في الاجواء دي، والحمل البدني في الحراس شويه. الموضوع بقى مختلف عن اللعيبه شويه او اللعيبه اللي بتلعب في ارضيه الملعب، ان هو ما بقاش برضه ما بيجريش كتير والكلام ده كله، فبالتالي ان هو حتى لو لعب كل يوم الموضوع هيبقى اسهل شويه من وجهه نظري. فانا ممكن ابدا بمصطفى شوبير، عنده رباعي. ممكن العب اجيب لاعب انا مش عارف ما جبتوش ليه ولا مره في اي معسكر حتى من بعد المنتخب الاولمبي، لاعب زي عمر فايد. ليه ما جابوش في البطوله دي ولعبه؟ وكان هيكون قوي جدا، وكان ان شاء الله يكون اكتشاف في البطوله دي. والعب جنبه مثلا الونش مثلا يعني، أو احط جنبه حسام عبد المجيد مثلا يعني، او محمد اسماعيل مثلا يعني. كل دي اسماء هتبقى عندك، ممكن تكون عندك احتياطي بس انت بتجهزه. عندك ناحيه اليمين كنت ممكن اجيب احمد عيد عشان هتلعب محمد هاني، او كنت ممكن اجيب اكرم توفيق. اللي انا مش عارف مالي عشان مشي من الاهلي مثلا ما بقتش اجيبه. يعني هل انا ماشي براي الجمهور؟ السوشيال ميديا هي اللي بتمشيني مثلا. اكرم توفيق في المكان ده حتى لو لعب النهارده قدام الاردن كان وحش جدا، بس المكان ده لازما يكون موجود معاك في بطوله افريقيا، انك هتلعب اجنحه ما بتهزرش. محمد هنا هيحصل كوارث دفاعيه، لازم يكون عندك لاعب قوي دفاعيا وقوي بدنيا ويقدر يناطح الاجنحه اللي زي دي. فاكرم توفيق، العب اكرم توفيق. ممكن احمد عيد، احمد هاني النهارده اللي كان بالنسبه لي لمساته مفاجاه شويه. يعني هو كابتن حلمي طولان مختار كريم العراقي اولى من احمد هاني. انا وجهه نظري احمد هاني لما نزل كان افضل شويه، فكنت ممكن نشوف احمد هاني في الحته دي. الاقي ناحيه الشمال اجهز فتوح بقى له فتره ما لعبش في الزمالك عشان بنتايج، وهو برده كان مقصر في حق نفسه، بدا يرجع وما خدش بطولات ماتشات كتيره قبل بطوله افريقيا مثلا. ممكن اجهزه في البطوله دي. طيب عنده في وسط الملعب اجهز لعيبه شباب، اللي انا شايف انها اللعيبه الشباب اللي بدات العبها زي محمود صابر، زي محمد شحاته، زي امام عاشور اللي لسه راجع. كنت ممكن اجهز الناس دي في بطوله كاس العرب. والاجنحه يبقى عندي لاعب زي ابراهيم عادل اللي للاسف ملوش دور كبير جدا مع المنتخب بسبب وجود تريزيجيه وبسبب وجود عمر مرموش رغم ان هو لاعب يعني امكانياته وجودته عاليه جدا جدا جدا. فانا كنت ممكن اديله في البطوله دي وكان هيفرق كتير. ناحيه اليمين في لعيبه كتيره جدا، كنت طاهر محمد طاهر، وجود حسام حسن وكان ماسك البطوله دي. كان لو انت عملت ايه يا احمد دياب، لو عملت ايه كان حسام حسن كان يقدر بالطراوه، وكان هيبقى بقى ساعتها بقى مش مصطلح بقى منتخب مصر الثاني، كان هيبقى مصطلح منتخب مصر الاول. فبالتالي كنت هتعرف توقف الدوري، وحوار بيراميدز الموضوع كان هيتحل. فيبقى عندك مثلا ناحيه اليمين تعرف تجيب مصطفى فتحي تجهزه، تعرف تلعب زلاك، تعرف تلعب احمد عاطف قطه، تعرف تلعب كذا لاعب مهاجم، تعرف تجهز اسامه فيصل اكتر واكتر، تعرف تجهز مروان حمدي اكتر واكتر، تعرف تجهز صلاح محسن، يعني تعرف تجهز لعيبه كتيره جدا كانت تبقى موجود معاك وتبقى داخل بطوله افريقيا. الموضوع مختلف وكان هيبقى شكلها حلو في بطوله كاس العرب. انت رايح تلعب في بطوله كاس العرب بلعيبه مع احترامي ليها ما تنفعش، في لعيبه منتهيه، وفي لعيبه ما تنفعش تبقى موجود، وفي صراعات كانت موجوده غريبه، مفيش تناغم، مفيش تنسيق خالص، لان في صراعات، طبعا في صراعات. مسلسل اخوه والاعداء شغال، ما يا باشا كابتن حلمي طولان ما بينه وما بين كابتن حسام حسن في مشاكل، فما فيش تنسيق. تمام، هم قالوها بنفس الطريقه كده، قال لك منتخب مصر بياخد قائمته الاول، وبعد كده احنا بنشوف اللعيبه البواقي بتاعته وبعد كده هناخدهم.
دي في حاجه اسمها كده؟ في حاجه شفتها اسمها كده؟ يعني انت كده عامل حرفيا منتخبين، ده منتخب مصر وده منتخب لبنان مثلا. يعني هو ده مش منتخب مصر. هل الفيفا بتعتبر ده منتخب وده منتخب، فبالتالي التصنيف بيبقى مش موحد، تصنيف واحد، وده منتخب واحد منتخب مصر، مفيش حاجه اسمها منتخب مصر الاول ومنتخب مصر الثاني. تمام. يبقى عندك حلم طولان ما بينه وبين احمد دياب مشاكل في رابطه الانديه، مبقاش في تنسيق، فين اتحاد الكوره في الكلام ده، فين المهندس هنا ابو ريده المفروض رئيس اتحاد الكوره، اللي كله بيتكلم ان هو راجل قوي وليه علاقات قويه ده خارجيا، فبيعرف يجيب ماتشات، بيعرف يجيب تنظيمات، فبالتالي انت طب انت خارجيا قوي، طب داخليا مش عارف يبقى في تنسيق وتعرف تتكلم مع رابطه الانديه، تعرف تتكلم مع رابطه الانديه وتعرف تعمل تنسيق الاولى لمنتخب مصر. طب الكلام ده ما حصلش. تمام. كابتن حلمي طولان كمل الموضوع. تمام. كابتن حلمي طولان في لعيبه كانت حسام حسن سابها، في لعيبه كانت معاك في المعسكر وحسام حسن خدهم، زي مين مثلا؟ زي ناصر ماهر زي ما يكونش موجود معاك في السكواد ده. قفشه مع احترامي ليه، قفشه من بعد القضيه ومن بعد بطوله 2020 او 2021 بتاع كايزر تشيفز تقريبا قفشه ما جاش، فقفشه خلاص مش ما تستنظرش منه كوره. فناصر ماهر في الوقت ده هو لاعب ديناميكي في صناعه اللعب، مش لاعب استاتيكي خالص، مش مجرد ان هو بيوصل الكوره، لا لاعب بيروح ويعدي وعنده مهارات قويه وبيعرف يسلم كوره وبيعرف يعدي وبيعرف يوصل. ده مثلا من الحسبان. طاهر محمد طاهر في الاهلي حسام حسن ما اختاروش، طب ليه ما فكرتش فيه؟ احمد عبد القادر ما بيلعبش بس لمساته كانت هتفرق معاك، عاد احمد عبد القادر. مثلا بنتكلم بقى توفيق محمد ناحيه الشمال، بتروجيت، لعيبه كتيره ولو فنطنا اهلي وزمالك بس هتجيب لعيبه كانت هتفيدك. دونجا مثلا، لو دونجا مش مصاب، عندك لعيبه كنت هتعرف تجيبها هتشيل لك المنتخب، هيبقى الشكل افضل من اللي احنا شفناه ده، على الاقل خالص كنا هنصعد من دور المجموعات اللي ما حصلش. حرفيا النهارده حرقه الدم اللي عند كل الشعب المصري من بطوله كاس العرب دي، يعني مش عايز اقولك مش طبيعيه، بس احنا خلاص زي ما تقول كده اتأقلمنا والموضوع بقى طبيعي، يعني وصل مرحله اللي هو الحاجه اللي مش طبيعيه بقت بالنسبه لنا طبيعيه. تمام. فمستنظرين كابتن حسام حسن في كاس افريقيا، نتمنى طبعا ان هو يغزلنا دلوقتي بكل بكل الحاجات المعطيات اللي بنقولها دي، اللي كلها ماشيه في اتجاه انك رايح تفشل في بطوله كاس افريقيا، برضه ممكن تطلع من دور المجموعات، وعندك منتخبين تقال جنوب افريقيا وانجولا وزيمبابوي ممكن تبقى مفاجاه برضه. فالموضوع مش سهل، بس نتمنى ان الكابتن حسام حسن يعمل حاجه في بطوله افريقيا.